ازيكم عاملين ايه؟ انا عارف ان انا بقالي فتره كبيره جدا ما نزلتش فيديوهات، بتاع حوالي ممكن مثلا سنه او سنه وكام شهر ما نزلتش فيديوهات. وانا حابب ان انا اوضح في الفيديو دوت ليه انا بقالي فتره كبيره جدا ما نزلتش فيديوهات. انا اول حاجه بس حابب ان انا ابدا بيها قبل ما اشرح ليه انا بقالي فتره كبيره جدا مش على اليوتيوب خالص. انا حابب اشكر كل الناس اللي كلمتني، فعلا والله في ناس كتيره جدا كلمتني على الفيسبوك، على الماسنجر، يطمنوا عليا ويتاكدوا ان انا كويس ما فيش حاجه. وغير طبعا الكومنتات اللي موجوده كلها على الفيسبوك قريتها برضو كلها، ناس كتيره جدا فعلا سالت عليا، فانا حابب ان انا اطمن الناس اللي سالت عليا انا تمام الحمد لله. وان شاء الله في الفيديو دوت هشرح واوضح انا ليه قعدت فتره كبيره جدا ما بنزلش اي حاجه على اليوتيوب، او بعدت فتره يعني عن اليوتيوب. طيب انا اول ما بدات الشانل بتاعتي كانت شانل تعليميه. لو الناس ما تعرفش انا معايا ماستر ديجري في البيزنس اناليتكس والداتا ساينس، فاول ما بدات الشانل كانت الشانل ليها علاقه اكتر بمجال الداتا في العموم. يعني بعد كده لقيت في اهتمام اكتر من حته ان الناس عايزين يعرفوا اكتر عن امريكا وعن الفيز وازاي بيروحوا والتعليم والعيشه في امريكا وكل الكلام دوت، فلقيت ان في اهتمام اكتر، فكنت بنقل خبرتي اللي انا عشتها في امريكا للناس اللي هي حابه تيجي امريكا او الناس اللي موجوده هنا في امريكا، وفي حاجات او اسئله هم عايزين اجابات ليهم. دي كانت يعني الهدف من التشانل بتاعتي. لما بدات ان انا اتجه في حته ان انا اتكلم عن السفر في امريكا او عن العيشه في امريكا. على قد ما انا ما عملتش فيديوهات كتيره، هم كانوا بتاع حوالي مثلا 5 أو 6 فيديوهات اللي انا اتكلمت فيهم عن العيشه في امريكا وعن مثلا المصاريف، التعليم، الدراسه، الحاجات اللي زي كده. كان في يعني ما اقدرش انكر ان كان في ناس كتيره جدا في اتهامات في حاجات كتيره جدا. ناس مثلا بيتكلموا في مصداقيه الفيديوهات ان انا بقول اي كلام وخلاص وان كلامي مش صح، وان انا يعني عايز اكره الناس في الدول بتاعتهم، وان انا بشجع الناس ان هم يكرهوا الدول العربيه وان هم يحبوا امريكا اكتر وان كل حاجه في امريكا سهله وكل الكلام دوت. بس فعلا والله ده ما كانش الغرض خالص من الشانل بتاعتي او من الفيديوهات اللي انا عملتها. الغرض كله كان من الفيديوهات ان انا عادي بنقل خبرتي اللي انا عشتها في امريكا، مش اكتر ولا اقل. فزي ما قلت كان في كومنتات كتيره جدا سيئه يعني، او كومنتات كتيره جدا بتسيء ليا في العموم. كنت الصراحه بكبر دماغي منها وما كنتش بهتم بيها، فلما كنت بوضح وجهه نظري كنت بقول الكلام اللي انا الحاجه يعني العيشه اللي انا عشتها هناك في امريكا واللي انا شفته. انا ما جيتش امريكا كان عندي بيوت او عندي اي حاجه، ابتديت من الصفر يعني. فكنت بشرح امريكا عامله ازاي، العيشه عامله ازاي، ازاي تلاقي شغل، ازاي التعليم عامل ازاي، بس مش اكتر ولا اقل يعني. وشرحت كتير جدا في فيديوهات ليا ان اللي مش عايز يجي امريكا ده مش اجباري، يعني انا بشرح للناس اللي هي حابه تيجي امريكا او الناس اللي عايشه في امريكا وعايزين يسمعوا وجهه نظر واحد تاني قاعد في امريكا، بس ما كانش اكتر يعني. فلما لقيت اتهامات كتيره جدا وفي كومنتات كتيره جدا بتسيء ليا وناس كتيره جدا بتشتم، انا الصراحه ما كنتش حابب الموضوع شويه، لان انا كان بالنسبه لي اليوتيوب انا حاجه بس كنت بعملها عادي يعني اساعد الناس مش اكتر واقل وانقل خبرتي. بس لما لقيت الموضوع ان هو تجاوز الحدود شويه، دي حاجه خلتني ان انا افكر فعلا في موضوع اليوتيوب وهل ان انا المفروض استمر فيه ولا لا. ممكن اللي زود الموضوع اكتر ان لاجل حظي او ان انا حظي السيء جدا حصل موضوع فلسطين واسرائيل، ودوت اثر بشكل كبير جدا على العلاقات يعني بتاعت امريكا، لان بالذات امريكا كانت بتساعد اسرائيل. ودي حاجه برضو زودت الاتهامات شويه، ان كنت بشوف في كومنتات كتيره جدا بالذات بعد موضوع اسرائيل وفلسطين ان الناس فعلا بدات تهاجمني اكتر من الاول. ودي حاجه في حد ذاتها برضو زودت عليا العبء جدا. يعني في الاول خالص لما الناس كانت بتتهمني في فيديوهات انا كنت بعملها ان انا ما بقولش مصداقيه الفيديو، وان انا بس بقول كده عشان اكره الناس وحابب الناس في امريكا والكلام دوت، كان كل ده بالنسبه لي عادي جدا، ما كنتش بهتم بيه قوي يعني. شويه كان بيضايقني بس ما كنتش بهتم بيه قوي جدا. بس طبعا لما حصل موضوع الحرب ما بين اسرائيل وفلسطين، ده زود الموضوع جدا وحط عبء عليا كبير جدا. ان انا حسيت فعلا زي ما قلت ان الناس فعلا بدات تهتم اكتر، او بدات زي ما يقول لك ايه تشتمني اكتر، عشان هم شايفين ان بقى خلاص امريكا دلوقتي وحشه جدا عشان هي بتساعد اسرائيل، فكله بقى بيهاجمني بشكل كبير جدا. ممكن اكون انا فعلا اخدت الموضوع بحساسيه شويه. انا زي ما قلت انا بالنسبه لي السوشيال ميديا حاجه جديده عليا، بالنسبه لي ما كنتش حابب، او كان بالنسبه لي حاجه جديده عليا ان حد يقعد يشتم فيا او ان حد مثلا يقعد يقلل مني عشان خاطر انا بس بنقل وجهة نظري. وانا ما بقولش ان الناس كلها لازم تاخد بوجهة نظري، وانا برضو ما بقولش ان الناس لازم تاخد كلامي ان هو قرآن او تصدقه. بس كل اللي انا كنت بقوله انا بس بنقل خبرتي. اللي شايف ان الكلام ده صح دي حاجة بتاعته، واللي شايف برضو الكلام ده غلط برضو دي حاجة ترجع له هو.
انا بس كنت كل اللي انا بعمله كنت بنقل خبرتي. لو انت عندك اي انتقاد ليا انا ما عنديش مانع جدا ان انت تنتقدني، ما عنديش مانع جدا ان انت تتناقش معايا وان انا اقول لك وجهة نظري من غير الدخول في الاعراض او من غير ان احنا نلجأ لجزء الشتايم والسباب والالتهامات وكل الكلام ده. وده كان من ضمن الاسباب اللي خلاني ان انا ابعد عن اليوتيوب شويه، لان حسيت ان في اتهامات وفي شتايم كتير جدا في حاجات انا مش هو ده الغرض بتاع التشانل خالص. وحسيت ان هي اخدتني في منطقه مش بتاعتي نهائي. يعني انا ما بحبش السياسه ولا لي علاقه بالسياسه خالص، ومش ده الغرض بتاع التشانل. انا زي ما قلت انا بس بنقل وجهه نظري بس مش اكتر ولا اقل. ودي زي ما قلت دي من ضمن الاسباب او ده السبب الرئيسي اللي خلاني وقفت ان انا انزل اي حاجه عن اليوتيوب شانل بتاعتي، وبعدت فتره كبيره عن اليوتيوب بسبب الموضوع دوت. طيب هل انا هرجع تاني لليوتيوب؟ انا فعلا قررت ان انا ارجع تاني لليوتيوب عشان خاطر حاجه واحده بس. السبب اللي خلاني ان انا فعلا عايز ارجع لليوتيوب ان انا فعلا حسيت ان في ناس كتيره جدا فعلا مهتمه، اكتر حتى من الناس اللي هي بتتهمني او بتشتمني، وفعلا حابين ان هم يعرفوا. فانا حسيت ان زي ما بقول ايه ان انا عملت الناس اعتبار الناس اللي هي بتشتمني، وزي ما يكون ما عملتش للناس الاعتبار الناس اللي هي كانت مهتمه بالتشانل. فحسيت ان انا زي ما بيقول لك ايه خذلت الناس اللي هي كانت حابه التشانل بتاعتي. فعشان كده حسيت ان انا فعلا محتاج ان انا ارجع للتشانل تاني من الاول وجديد. وممكن زي برضو ما قلت انا برضو كان بالنسبه لي اليوتيوب بالنسبه لي كانت حاجه جديده جدا، فزي ما بقول لك اتعلمت. فاكيد مليون في الميه مش هتاثر بالكومنتات او بالحاجات السلبيه زي الاول، وكل واحد يقول رايه، كل واحد يقول اللي هو عايز يقوله. دي في الاخر وفي الاول دي التشانل بتاعتي انا مش بتاعت حد تاني يعني. واللي بيدخل التشانل وبيشوف حاجه هو بيدخل عشان خاطر عايز يعرف معلومه او خاطر عشان خاطر يشوف حاجه بس. هو مش عاجبه التشانل اكيد مليون في الميه ممكن يسيب التشانل، ما فيش اي مشكله جدا. هو عاجبه التشانل ممكن يخليه في التشانل ويتفرج على الفيديوهات اللي انا بنزلها. يعني الموضوع مش اجبار جدا. انا بس كانت مشكلتي كلها ما بحبش حته الاهانه والاتهامات، عشان دي زي ما انا ما قلت قبل كده ان دي حاجه انا مش بتاعتي خالص ولا بحب ان انا اتطرف لها نهائي. انا صراحه بحب ان انا اكون محترم جدا مع الناس والناس برضو تكون محترمه معايا. ما عنديش مانع خالص ان حد ينتقدني بدام ان هو في نطاق الاحترام من غير اتهامات ومن غير سباب او من غير اي حاجه من الكلام ده. فانا حبيت ان انا اعمل الفيديو دوت ان انا اوضح فيه انا ليه بقالي فتره كبيره ما ظهرتش على اليوتيوب. وان شاء الله باذن الله من اول الفتره اللي جايه هبدا انزل فيديوهات، وانا مستعد جدا لكل الاقتراحات اللي الناس عايزه تسمعها. وانا برضو هقولها تاني انا برد على كل الناس اللي بتكلمني، بالذات الناس اللي بتكلمني على الماسنجر على الفيسبوك برد عليهم كلهم. ما عنديش اي مشكله خالص ان انا ارد على اي حد او ان انا اساعده. انا هنا التشانل بتاعتي دي حاجه بتاعتي انا شخصيا، انا بطلع اتكلم فيها وبقول وجهه نظري والاكسبيرينس بتاعتي والحاجه اللي انا شايفها. انا ما ببيعش منتج. انا فاكر والله في ناس كتيره دخلوا كلموني على الماسنجر فاكرين ان انا ببيع فيز لامريكا، والناس كتيره جدا اتكلمت معايا سالوني ان هم عايزين يدوني فلوس وانا اقدر ان انا اساعدهم في الفيزا في ان هو يجي امريكا. بس انا دي مش بتاعتي خالص. وانا عمري من ان انا اتاجر بالناس او ان انا احاول ان انا اضحك على واحد فعلا ان هو نفسه يجي امريكا او يبدا حياه نظيفه او اي حاجه من الكلام دوت. وانا فهمتهم وشرحت لهم ان انا الشانل بتاعتي مش غرضها ان انا ببيع منتج او ان انا بقول للناس ان انا ممكن اسفرك امريكا او اسفرك في اي حته. لا ده الحته دي مش بتاعتي خالص وانا ماليش دخل فيها يعني. انا بس كل اللي بقوله ان انا بنقل وجهة نظري للحياة في امريكا بس عشان اللي جاي يعرف او يكون شاف حد تاني جرب بس مش اكتر يعني. بس ودي كده كانت نهاية الفيديو. تاني انا حابب ان انا اشكر كل الناس اللي اطمنت عليا، وان شاء الله في الفترة اللي جاية هكون اكتف اكتر على الشانل بتاعتي وهنزل فيديوهات كتيرة، وان شاء الله احاول ان انا اساعد الناس. شكرا جدا واشوفكم قريب ان شاء الله.